مسؤول سابق في الداخلية يكشف حقائق مثيرة عن المخابرات الفرنسية وعلاقتها بسفارة باريس في الرباط. والمغرب يستأنف تقديم 15 شكاية أمام القضاء الفرنسي حول بيغاسوس بعد تحويلها من شكاوى دولة إلى شكاوى أجهزة. احتجاجات في شوارع المملكة المغربية وخصوصا بالرباط انتقادا للحكومة ولغلاء الأسعار. الثلوج تحاصر منطقة ورزازات والنواحي، والحكومة تنتظر أوامر ملكية لإنقاذ المواطنين. وأخيرا المغرب يحبط المؤامرة داخل الاتحاد الإفريقي. فشل جزائري في مأسسة تواجد البوليزاريو داخل شركات الاتحاد الإفريقي. هذه أهم عناوين اليوم من موقع المهاجر، ابقوا معنا للآخر لمعرفة التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام وزوار موقع المهاجر. كما العادة كما دائما معكم سفير المرزوقي بآخر الأخبار وآخر المستجدات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. متابعينا الكرام، فيديو مهم جدا فيه معلومات حصرية لأول مرة مسؤول في الداخلية غادي يخرج يصرح بها عن المخابرات الفرنسية وما تقوم به داخل المملكة المغربية. غنتحدثوا كذلك على المظاهرات اللي كانت اليوم في شوارع المملكة المغربية انتقادا لسياسة الحكومة. كذلك غادي نتحدثوا على الامر ديال الثلوج اللي حصرات كل المناطق ديال النواحي ديال ورزازات اللي اصلا ما متعودينش يستقبلوا هذه الكميات ديال الثلوج، والحكومه كتنتظر اوامر ملكيه باش تمشي تنقذهم. واخيرا غادي نختموا الفيديو ديالنا بطبيعه الحال بهذا الخبر من الاتحاد الافريقي: تم احباط المناورات التي كانت تحاول القيام بها الجزائر وجنوب افريقيا. بداو اول شيء بهذه الشخصيه المثيره للجدل وما قاله اليوم بطبيعه الحال مسؤول سابق في الداخليه واللي كان عامل في المملكه المغربيه، يعني عنده معطيات خطيره ومثيره للغايه. هذه الشخصيه هذه هي إيلين لوغال، السفيره السابقه اللي سحبتها فرنسا من اجل تكليفها بمهمه اخرى في صيف هذه السنه الماضيه سنه 2022. بطبيعه الحال يلا هذه واحد اليومين تحدثنا على هذا الموضوع الاخوان قبل ما يبان هذا السيد هذا ويصرح بهذا التصريح هذا اللي غادي نتحدثوا عليه وغادي نشرحوه للمتابعين ديالنا. قلنا لكم ان فرنسا طفالها الضوء وسط المملكه المغربيه وما بقاوش عندها الاعين ديالها اللي كانت كتشوف بهم وكتراقب بهم المغاربه. ولكن الكلام اللي جا به هذا العامل السابق هو كلام خطير كيبين على ان اللوبي ديال فرنسا داخل المملكه المغربيه ماشي فقط هو لوبي في الشركات فقط فحسب، بل هو كذلك كان يتواجد داخل الحكومة. لأن هذا الأمر هذا خطير جدا، لأن السيد العامل السابق اللي كان في الداخلية قال أن إيلين لوغال هي لها علاقة بالمخابرات الفرنسية، والسلطات المغربية كانت تعلم ذلك جيدا، ورغما عن ذلك كانت سفيرة لفرنسا داخل المملكة المغربية. شنو هذا الكلام هذا؟ كيف تتحكم فرنسا في المغرب وكيفاش قدرت تحط يعني احد اعضاء المخابرات ديالها على راس السفاره ديالها داخل الرباط. عامل سابق في الداخليه قال سفيره باريس السابقه بالرباط تنتمي للمخابرات الفرنسيه. محمد الخباشي العامل السابق المكلف بالاتصال بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية قال أن السفيرة الفرنسية السابقة بالمغرب إيلين لوغال تنتمي للمخابرات الفرنسية. وقال الخباشي خلال حلوله ضيفا على برنامج إذاعي على MFM راديو اليوم الأحد، قال أن السفيرة السابقة قبلها المغرب رغم علم السلطات المغربية أنها من جهاز المخابرات الفرنسية. يعني كيفاش هادشي هذا؟ المغرب قبل بهاد السيده هذه وعارف بانها تابعه للمخابرات الفرنسيه. يعني شو غادي تجي دير هاد السيده في المغرب من غير انها تكون عندها الاعين ديالها في جميع المؤسسات الحيه ديال المملكه المغربيه؟ وهنا هذا دليل على ان فعلا انتهى هذا الزمن هذا ديال المراقبه الفرنسيه للمملكه المغربيه، وهذا غيفسر لنا وغيشرح لنا شنو السبب ديال السعار الفرنسي ضد المغرب. ولكن ماشي فقط هذا الامر هذا كيقتصر غير على السفيره بحسب، بل هناك وسائل اعلام اللي كتواجد في المملكه المغربيه ويجب طردها مثل فرانس 24 اللي حتى هي تابعه وكتطبق يعني الاوامر ديال المخابرات الفرنسيه حرفا بحرف وكتواجد في المملكه المغربيه. هذا هو الغريب في الأمر. وكشف الخباشي أن لوغال كانت مسؤولة في خلية داخل الإليزي خلال عهدة الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند، وحين ذاك صرحت لصحفي فرنسي أن الهجومات التي تشن على المغرب إعلاميا بالخصوص تدخل ضمن حزمة المفاوضات لانتزاع المصالح.
الخباشي أشار إلى أنه منذ عهد الحسن الثاني فإن فرنسا تستعمل وسائل إعلام تابعة لها للي ذراع المغرب لتحقيق أهدافها الاقتصادية. يعني هذه الوسائل ديال الإعلام عارفة السلطات المغربية أنها كتستعمل باش فرنسا توصل للمصالح ديالها وتجبدهم من المغرب. ذكر الخباشي في تدخله أن الذراع الإعلامي لفرنسا يتكون من جريدة لو موند، إذاعة فرنسا الدولية RFI، ووكالة فرانس بريس، وقناة فرانس 24 وأوريونت 21. هذو هما الأذرع الإعلامية اللي كتستعملهم المخابرات الفرنسية للي ذراع المغرب. فشنو هاد الأذرع الإعلامية؟ مادام السيد سبق كان عامل في المملكه المغربيه وكيشتغل في وزاره الداخليه وعنده هذه المعلومات كامله، يعني ان الدوله المغربيه عارفه بان هاد الامور هذه كتقوم بها فرنسا للي ذراع المغرب، وعارفه بان السفيره هي كانت من المخابرات، ورغما عن ذلك كانت تتواجد في المملكه المغربيه وتم قبولها، وعارفه بان هاد وسائل ديال الاعلام منهم فرانس 24، منهم العديد من وسائل الاعلام الفرنسيه اللي كتواجد بطبيعه الحال في المملكه المغربيه هي تستخدم للي ذراع المغرب. فكيفاش غيرد المغرب على هذه الامور هذه؟ وكيفاش هذه السلطات اللي عارفه بان هذه السيده هذه من المخابرات الفرنسيه ورغما عن ذلك تم السماح لها بمزاوله العمل ديالها الدبلوماسي داخل المملكه المغربيه؟ هنا بزاف ديال الاسئله كتبقى مطروحه. واش فعلا الكلام اللي تحدثنا عليه سابقا الاخوان وقلت لكم ان المغرب بدا كيطفي الضوء على فرنسا وهذا هو السبب اللي خلى فرنسا تقوم بهذه الامور هذه؟ كتبقى 100 علامات استفهام مطروحه. واش المغرب فعلا نجح انه يحارب اللوبي الفرنسي داخل المملكه، ولا مازال كيتعرض لضغوطات من هذا اللوبي هذا اللي كتحاول فرنسا تضغط به على المملكه المغربيه؟ كيبقى السؤال مطروح ولكم واسع النظر متابعينا الكرام في التعاليق ديالكم. وندوزوا للخبر الموالي، وهنا غادي نتحدثوا على ما سيقوم به المغرب. طبعا الحال كما عرفتوا القضاء الفرنسي يعني احبط كل ما قامت به المملكه المغربيه من دفاع عن حقوقها المشروعه في التشهير في العديد من الامور بحجه حقوق الصحافه والاعلام. وباش يبرروا هذه المساله هذه خرجوا كيضربوا في المغرب انه ما كيحترمش حقوق الصحافه والاعلام، وهذا الشيء وهذا التصويت داخل البرلمان وهذا الشيء هذا كامل وهذا الهلم مجره اللي نايضه ضد المملكه المغربيه. فالمغرب حاليا قرر انه يستأنف تقديم 15 شكايه امام القضاء الفرنسي حول بيغاسوس بعد تحويلها من شكاوى دوله الى شكاوى اجهزه. قدم المغرب استئناف بخصوص 15 شكايه سبق أن قدمها أمام السلطات القضائية الفرنسية بخصوص التحقيقات الاستقصائية التي أشرفت عليها منظمة العفو الدولية ومنظمة القصص الممنوعة حول استخدامه برنامج تجسس بيغاسوس الذي طورته شركة إنزو الإسرائيلية، والذي نشرته مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية، وذلك بعد تحويل الأمر إلى شكاوى أجهزة عوض شكاوى دولة. قالت إذاعة فرنسا الدولية إن المغرب قدم بالفعل استئنافا بخصوص الشكايات التي شرع في تقديمها منذ يوليوز 2021، أي بعد نشر التحقيق الاستقصائي، وستقرر العدالة الفرنسية فيها بتاريخ 15 أبريل 2023، وذلك بعدما جرى اعتبار جميع الشكاوى التي قدمت في المرحلة السابقة غير مقبولة في فرنسا بسبب قانون حرية الصحافة. أش من حرية الصحافة وصلت لها الصحافة الفرنسية؟ أنها تشهر، أنها تضرب، أنها تكذب، أنها تجيب يعني معلومات مغالطة. هذه هي حرية الصحافة والإعلام. حتى مهنيا لا يليق بأي صحافي أنه ينشر المغالطات. مهنيا واخلاقيا لا يعقل اي يعني صحفي كيجيب واحد الماده الا وكيتحرى عليها وكيجيب اثباتات التي يعني عنده كيخص يكون عنده دلائل واثباتات على ما يقوله. اي صحفي في العالم كيدير اي استجواب مع اي مسؤول الا وكيسجلو. اي صحفي في العالم كيمشي يقلب على شي معلومه الا وكيخصو يتحرى عليها قبل ما ينشرها، وفاش كينشرها خصو يكون ضروري اعتمد على واحد الامر ملموس، ماشي توقع من خيال ديالو وخرج يعطي السموم للعالم. فهنا كيبقى السؤال مطروح، وهذا اختبار اخر للقضاء بطبيعه الحال الفرنسي واستقلاليته. وندوزو للخبر الموالي متابعينا الكرام، وانا غنتحدثوا على الاحتجاجات اللي كانت اليوم في المملكه المغربيه وتحديدا في الرباط. العديد من الناس خرجوا كيطالبوا من الحكومه يعني اللي ما وفاتش بالوعود ديالها انها توفي بالوعود ديالها. غلاء الاسعار زيد عليه بزاف ديال الامور اللي غادي نتحدثوا عليها حاليا. كما عرفتوا الاخوان الشعب المغربي وصل به السيل الزوبه. الحكومه بقات كتواعد توعد 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 حتى وصلت للحكومه، حتى وصلت تحكم البلاد وقلبات وجهها وما دارت حتى شي حاجه.
ومازال المواطن المغربي الضعيف كيعاني. هذا الشيء هذا اللي خلى هاد الناس يخرجوا. وبطبيعه الحال هنا كنهضروا على الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، هي اللي خرجات بطبيعه الحال نظمات هاد الوقفات الاحتجاجيه في شوارع المملكه المغربيه. شنو واقع في المغرب؟ علاش الحكومه ما كتسمعش للناس؟ علاش الناطق الرسمي باسم الحكومه فاش كيطرحوا عليه اسئله خاصه بغلاء الاسعار كيقلب الكلام وكيتهرب من الاجوبه على الصحافه؟ علاش كاين هاد الامور هادي؟ فين هي الوعود اللي وعدت بها الحكومه الشعب؟ فين هي ربط المسؤوليه بالمحاسبه؟ فين هاد الشيء هذا كامل؟ الشعب كامل كينتظروا. علاش هاد الشيء ما واقعش؟ علاش كاين تعتيم اعلامي؟ علاش رفضوا وقفات احتجاجيه على غلاء الاسعار؟ كلها اسئله كتبقى مطروحه. غلاء الاسعار بطبيعه الحال تحججوا بعض اللوبيات اللي كتحتكر المواد الغذائيه ولا المواد الفلاحيه، تحججوا بها، ولكن هذا الشيء هذا غير ذلك وعكس ذلك تماما. وكما قلنا لكم الاخوان، التضخم كيجي من غلاء المحروقات، وغلاء المحروقات في المغرب ما عندوش تبرير، ما عندوش مبررات. علاش المحروقات ما كتنخفضش؟ علاش السعر ديال المحروقات بالضبط في المملكه المغربيه ما انخفضش؟ ها هو كينخفض في الدول الاوروبيه كامله، وهو سبب التضخم. لان هاد المواد الغذائيه كما قلناها سابقا الاخوان راه ما كتوصلش فابور، كتوصل بطبيعه الحال بالوقود، وزيد عليها تصدير المواد الغذائيه كذلك، اللي هو موضوع اللي خلق ازمه المغاربه. فعلا العمله الصعبه هي امر اللي هو محتاجها له الدوله، ولكن ما يمكنش يجوع المواطن المغربي باش هاد المواد الغذائيه بطبيعه الحال يجيبوا العمله الصعبه. اولا البلاد، اولا البلاد. الا ما بغ... الا كان موضوع الصحراء المغربيه راه مغربيه، بغى اللي بغى وكره اللي كره. لا في الاتحاد الافريقي، لا في افريقيا، لا في اوروبا، لا في العالم كامل، الصحراء مغربيه، بغى اللي بغى وكره اللي كره. ما دام المواطن المغربي مقتنع ان الصحراء مغربيه فهي مغربيه، واللي قرب منها غادي يلقى المصير ديالو. اما باش تقول لي الغلاء ديال الاسعار جا فقط من الاحتكار داخل المغرب، لا ماشي من الاحتكار داخل المغرب. فهنا عندي لكم هاد الصور كي كتشوفوا هادي، منين قررت الحكومه المغربيه تسمعش المواطن المغربي فاش خرج الشارع. شوفوا من بريطانيا شنو وقع لهم. الطماطم ديال المملكه المغربيه كانت مغطيه السوق البريطاني. هذه صور اللي تنشرات في تويتر من عند مواطنين بريطانيين. يعني طماطم والو ما كايناش في الاسواق كي كتشوفوا هنا في الصور. ها انتم هذيك الطماطم المغربيه اللي كانت كتغطي السوق ديال بريطانيا. فما كاينش يعني الحدود الساعه ما كاينش، نقصات بواحد الشكل كبير، وهذا هو السبب اللي خلى الطماطم تغلى في المملكه المغربيه. احنا عارفين بان الطماطم غاليه في اوروبا، ولكن هاد الطماطم اللي غاليه في اوروبا راه اصلا خرجت من المغرب باش توصل لاوروبا. فخص المواطن المغربي يستافد من الثروات ديال بلادو هو الاول، باش يقدر يدافع على بلادو ديال بصح، باش يوقف مع بلادو احسن وقفه. ما يمكنش هذا الشيء هذا يكون طبيعه الحال، والمواطن المغربي تكون عنده الطماطم كتخرج من عنده وتمشي لدول افريقيه ودول اوروبيه، والمواطن ما لاقيهاش وغاليه عليه بطبيعه الحال. فشتوا من بعد ما احتج المواطن المغربي كيفاش خوات الاسواق الاوروبيه من الطماطم. ها هو الدليل بطبيعه الحال. وندوزو للخبر الموالي، وهذا اخطر كاع من هذا الشيء هذا اللي كنتحدثوا عليه بطبيعه الحال. هنا كنشوفوا الثلوج وصلات المنطقه ديال ورزازات. هاد المناطق هادو كي كتشوفوا الاخوان في الصور هي منازل اللي بسيطه وما ما متهيئاش اصلا تستقبل هاد الكميات ديال الثلوج. الناس غرقات بالثلج. الناس كي كتشوفوا الصوره الاخوان راه سدت ليهم الثلج، سد ليهم الابواب ديال المنازل ديالهم. والغريب في الامر، الغريب في الامر هو ان الحكومه كتنتظر الملك اللي راه في افريقيا كيدافع على المصالح ديال الصحراء المغربيه يعطيهم الاوامر باش ينقذوا المواطنين. سبحان الله، كينتظروا اوامر ملكيه باش يطلعوا ينقذوا المواطنين. وهذا الشيء هذا والدستور ديال 2011 اللي كيخول الحكومات الصلاحيات كامله وهذا الهلم مجرى. ولاش كاينه الحكومه كتخلص اصلا من فلوس الشعب المغربي؟ نحيدوا حنا هذه الحكومه ونحيدوا كل شيء ونخليو الملك يدير كل شيء. فين هي؟ شنو زعما الحكومه ما غاديش تمشي تعتق الناس؟ شوفوا الناس كيفاش جالسين راسهم مساكن محاصرون، الديور ديالهم يعني عمرات بالثلج. فما يمكنش هذا الشيء هذا. خاص شي حل، خاص حلول. راه ما يمكنش الحكومه تبقى كتعطي بالظهر ديالها. راه الشعب خاصو اللي يوقف معاه. راه ما يمكنش هادو راه الناس راه مغاربه اللي تسدوا بالثلج وتعينوا نتوما الملك يقول لكم سيروا تنقذوهم. كيفاش هادشي هذا؟ واش كتحججوا بالملك؟ نتوما ما كديروش خدمتكم وكتحججوا بالملك؟ الملك راه عنده امور اخرى، راه في افريقيا حاليا كيخدم المصالح ديال المملكه المغربيه. راه كاينه الجزائر وجنوب افريقيا راهم كيوجدوا مناورات للمغرب، وراه هو كاس مع كيخدم على المصالح ديال المغاربه مع دول افريقيه اخرى. غادي تعينوه يتصل بكم يقول لكم سيروا نقذوا الناس من ورزازات. وهاد الناس دول ورزازات شنو زعما؟
غيبقاو ينتظروا حتى يقولها الملك؟ راه خاص الحكومه تتحرك، الحكومه اللي خاصها طير تمشي في البلاصه، طاح الثلج خص يتنقذ المواطن، راه بنادم تماك. هادي راه كوارث طبيعيه كيخص البلاد تكون مجهزه لها، كيخص البلاد تكون مجهزه لها، لا اقل ولا اكثر. ندوزو للخبر الاخير متابعينا الكرام، وهنا كي كتشوفوا في الصوره غادي نتحدثوا على الجزائر اللي بطبيعه الحال دخلت في واحد الفشل واضح. مؤخرا قلت لكم الاخوان ان موعد طرد بوليزاريو اقترب في الاتحاد الافريقي، فبطبيعه الحال الجزائر غادا تقلب على مناورات داخل الاتحاد الافريقي باش تكسب الورقه ديالها. وهاد المره هادي المغرب بطبيعه الحال كما عرفتوا كما قلت لكم سابقا الملك راه في افريقيا وراه لهم بالمرصاد وما غاديش يقدروا على المغرب لانه رجع للعمق ديالو الافريقي بقوه. شنو هي المناورات اللي كانوا كيديروها؟ يعني برفقه الاتحاد جنوب افريقيا في الاتحاد الافريقي، هما كانوا يطمحون لمأسسة تواجد البوليزاريو داخل شركات الاتحاد الافريقي. هذا البوليزاريو اللي لا علاقه له بالشركات نهائيا بغاو يدخلوه ويكون متواجد داخل شركات الاتحاد الافريقي باش يبقاو يناوروا مع المغرب كيف ما داروا في التيكاد، كيف ما داروا مع في القمه الاورو افريقيه تخرجت اوروبا كامله كتقول لهم حنا راه هذا الكيان هذا ما كنعترفوش به، واخاك جايبينه واخاك بنادم ما كيحشمش جاي يدخل تماك ويحشي راسو غير علاش حيتاش عطاه الاوامر كابران من الكبرانات باش يمشي يضايق المملكه المغربيه. وهذا الشيء هذا كامل ولا مفضوح ولا مكشوف. فاجي نشوفوا التفاصيل. رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اعتماد مشروع الاستراتيجيه والاطار السياسي لشركات دول الاتحاد الافريقي الذي يهدف ظاهريا الى فتح المجال امام مشاركه واسعه في جميع المؤتمرات والقمم التي تتعلق بشركات الاتحاد. رفض الاتحاد الافريقي للمشروع المذكور الاتحاد الافريقي للمشروع المذكور يعني فشلا للدبلوماسيه الجزائريه التي تقف خلفه الى جانب عدد من القوى الداعمه لها، والذي كان يرمي الى مأسسه واشراك بعض الكيانات من بينها جبهه البوليزاريو الانفصاليه في الشركات الدوليه التي ينسجها الاتحاد الافريقي. ووفق ما ووفق ما نشرته صحيفة العرب اللندنية في مقال تحت عنوان مناورة جزائرية فاشلة لتأمين حضور بوليزاريو في شركات الاتحاد الإفريقي، أن المغرب نجح إلى جانب حلفائه داخل الاتحاد الإفريقي في إفشال تمرير المشروع الذي يعتبر من المناورات الجزائرية المدعومة من دولة جنوب إفريقيا، حيث سعت في محاولة مكشوفة لتأمين مشاركة البوليزاريو في انتهاك قرارات رؤساء الدول الإفريقية المشرفة على هذه المشاركة. أنا غادي نذكركم نهار تحدثنا في هذه القناة هذه وقلت لكم أن القرب ديال طرد ميليشيات البوليزاريو من الاتحاد الافريقي خلى الجزائر تخرج تقلب في افريقيا على جميع الدول، ما لقاتش قدامها من غير جنوب افريقيا، لقات قدامها غير جنوب افريقيا وضعت اليد ديالها في جنوب افريقيا. فهادشي علاش لقينا الملك محمد السادس وناض ومشى لافريقيا مؤخرا وراه كيواجه هاد الدبلوماسيه الفاشله الجزائريه جنوب افريقيا. وتبحث الجزائر جاهدة عن تأمين تواجد البوليزاريو ضمن شركات الاتحاد الإفريقي، لا سيما بعدما استشعرت خطورة قرب طرد الجبهة من المؤسسة في ظل ارتفاع أعداد داعمي مغربية الصحراء، ما يعني قرب اكتمال النصاب القانوني الذي يجيز طرد البوليزاريو. هنا غادي نقول لكم في هذه اللحظه هذه اللي هذا الخبر هذا خصو يكون انتشر على اوسع نطاق. مشيت نشوف الاعلام الجزائري واش علق على هذا الامر هذا، شنو غادي نلقى جريده الشرور الجزائريه واضعه ان الاتحاد ان الصحراء الغربيه سمتها الصحراء الغربيه والمغرب يترشحان لرئاسه الاتحاد الافريقي. شوف على كلام كيفاش داير، وهما فشلوا فشل ذريع داخل مؤسسة الاتحاد الافريقي، والطرد قادم لا محال. ونداء طنجة بطبيعة الحال هو اللي غادي يكون نهاية ميليشيات بوليزاريو، ميليشيات الوهم داخل الاتحاد الافريقي. هاد الميليشيات هادو وهاد الدولة الجزائرية اللي خلات المغاربة يخسروا كل ما لديهم، كل غالي ونفيس، من اجل واحد الوهم اللي بناته سنين. فان شاء الله باذن الله غادي ينتهي، والمؤسسه الوحيده اللي كتعترف بهذا الكيان الوهمي غادي يتم الطرد ديالو منها عاجلا ام اجلا. هذه الاخبار ديالنا اليوم متابعينا الكرام، نتمنى تكون لقاتكم نتوما بخير وعلى خير في صحه جيده وفي احسن الاحوال. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر، تكونوا دائما في احسن الاحوال. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.